أما بعد، عباد الله، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نشكره على ما أعطانا، ونرعى من نعمه ما حبانا، ونستغفره ونتوب إليه مما اقترفنا مما عنه نهانا، وأن نذكره سبحانه وندعوه، فإن ذلكم مما يسعدنا في دنيانا وأخرانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، وعلينا أن نغتبط بنعمة الإسلام، فما أعظمها من نعمة، فإنها منجاة من النار وصراط إلى الجنة دار الأخيار. وأن نشكره تعالى أن ولدنا بين أبوين مسلمين، وعشنا في دار إسلام تظهر فيها شعائر الملة والدين، وتعلم فيها وتحقق أصول الإيمان، وتقام فيها أركان الإسلام، وتحكم فيها في الجملة وفي أهلها شريعة الرحمن، وتصان فيها أعراض المسلمين وأنفسهم وحرماته وسائر حرماتهم من عبث كل مفسد فتان، حتى أصبحت دارنا ولله الحمد دار الإسلام ومضرب المثل في رغد العيش وتوفر الأمن، وتحققت فيها وحدة الأمة واجتماع الكلمة على الدين وعلى الولاية والسمع والطاعة لولي الأمر الذي هو الإمام والسلطان. ثم تحقق ذلك أيضا في كل ثم نحقق ذلك أيضا بحق كل من دونه من يتولون ولايات لشأن من شؤون الإسلام وأهله من السمع والطاعة بحسب الاستطاعة. فصارت مملكتنا ولله الحمد بالجملة على الدين الحق والولاية الناصحة الرفيقة بالرعية، والتي تتحرى السياسة الشرعية وتصدر فيما يتعلق بأحكام الشرع عن أهل العلم والبيان الذين أخذوا العلم بسنده وتلقوه عن أهله. فيا لها عباد الله من نعمة عظمى حرمها الكثيرون وأعرض عنها الغافلون واستخف بها المنافقون وسعى في زوالها الحاسدون. فلنشكر الله تعالى على إنعامه، ولنسأله سبحانه فضله وإكرامه، مغتبطين بديننا واجتماعنا على ولاة أمرنا ووحدة بلدنا ووحدة أمتنا وأمن بلدنا، حذرين من شبهات أهل الأهواء وتلبيسات مرتزقة الفتن من سائر الأنحاء، الساعين في تفريقنا وإزالة ما بنا من نعمة حماقة منهم أو حسدا أو خدمة للأعداء. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ولنعتبر بمن حولنا ونحذر أن نكون عظة لغيرنا بعقوبة تنزل علينا من الله إن كفرنا نعمه أو استخفينا بشأن شيء من مننه أو الثقة بمن ليس من أهل الثقة. أما بعد، عباد الله، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نشكره على ما أعطانا، ونرعى من نعمه ما حبانا، ونستغفره ونتوب إليه مما اقترفنا مما عنه نهانا، وأن نذكره سبحانه وندعوه، فإن ذلكم مما يسعدنا في دنيانا وأخرانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، وعلينا أن نغتبط بنعمة الإسلام، فما أعظمها من نعمة، فإنها منجاة من النار وصراط إلى الجنة دار الأخيار. وأن نشكره تعالى أن ولدنا بين أبوين مسلمين، وعشنا في دار إسلام
تظهر فيها شعائر الملة والدين، وتعلم فيها وتحقق أصول الإيمان، وتقام فيها أركان الإسلام، وتحكم فيها في الجملة وفي أهلها شريعة الرحمن، وتصان فيها أعراض المسلمين وأنفسهم وحرماته وسائر حرماتهم من عبث كل مفسد فتان، حتى أصبحت دارنا ولله الحمد دار الإسلام ومضرب المثل في رغد العيش وتوفر الأمن، وتحققت فيها وحدة الأمة واجتماع الكلمة على الدين وعلى الولاية والسمع والطاعة لولي الأمر الذي هو الإمام والسلطان. ثم تحقق ذلك أيضا في كل ثم نحقق ذلك أيضا بحق كل من دونه من يتولون ولايات لشأن من شؤون الإسلام وأهله من السمع والطاعة بحسب الاستطاعة. فصارت مملكتنا ولله الحمد بالجملة على الدين الحق والولاية الناصحة الرفيقة بالرعية، والتي تتحرى السياسة الشرعية وتصدر فيما يتعلق بأحكام الشرع عن أهل العلم والبيان الذين أخذوا العلم بسنده وتلقوه عن أهله. فيا لها عباد الله من نعمة عظمى حرمها الكثيرون وأعرض عنها الغافلون واستخف بها المنافقون وسعى في زوالها الحاسدون. فلنشكر الله تعالى على إنعامه ولنسأله سبحانه فضله وإكرامه، مرتبطين بديننا واجتماعنا على ولاة أمرنا ووحدة بلدنا ووحدة أمتنا وأمن بلدنا، حذرين من شبهات أهل الأهواء وتلبيسات مرتزقة الفتن من سائر الأنحاء، الساعين في تفريقنا وإزالة ما بنا من نعمة حماقة منهم أو حسدا أو خدمة للأعداء. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ولنعتبر بمن حولنا ونحذر أن نكون عظة لغيرنا بعقوبة تنزل علينا من الله إن كفرنا نعمه أو استخفينا بشأن شيء من مننه أو الثقة بمن ليس من أهل الثقة.